أنا أشوف المجتمع اليوم عندهم التضخيم. الحلقة الماضية تكلمنا عن كيف تبدأ مشروعك الخاص، فكلمني واحد من الشباب نصحته في مطعم شاورما. مطعم الشاورما يدخل مبالغ خيالية. مطعم الشاورما؟ إيه، يعني أنا بعطيك مضرب مثال، يبيع باليوم 120 حبة شاورما من الصيخ الواحد. من الصيخ الواحد. هو يشتري الصامولي بريال وفيه 6 حبات، يبيعها ب10 ريال. هذه 1200 ريال. 1200 لو حسبناها أسبوعيا 8400 أسبوعيا، ناهيك عن الأرباح السنوية. هذا هو حط صيخ واحد. والآن دق علي صاحب المشروع يشكرني، تمام، ويثني على نصيحتي له. يا سلام. يعني نجح مشروعك؟ نجح وناوي التوسع الآن، بيفتح فروع ثانية. يا سلام. طيب أنا أقول لا تحتكر نفسك على وظيفة. الوظيفة ما عمرها صنعت رجل ثري. يا الله، كلام جميل. نعم نعم. من هو الابن البار؟ الابن البار اللي يعني المرضي والدينه. لا، هذا ولدك. أنا أتكلم عن الابن البار للرجل اللي وده يستثمر وده. الابن البار هنا هو العقار. يا الله يا أبو غنام، أنت تفكر بطريقة مختلفة جدا. نعم. فكلمني واحد من الشباب تو شاري بيت العمر، نصحت نصيحة. إيش؟ قلت بيع بيت العمر. بيت العمر. يا الله، ليش أبو غنام قلت يا سلام، سؤال جميل. الآن العقار مرتفع، لأنك إذا طاح العقار بيشتري بيتين. يا سلام. وسمع النصيحة وباع البيت وسكن عند أخوه. سكن عند أخوه. فقلت يا سلام عليك، عنده استفادة مادية من العقار اللي هو باع البيت، استثمار. واستثمر في أواصر علاقته الاجتماعية مع أخوه اللي هو من أمه وأبوه. صاحي أنت، في حد بيع بيته وشتت عياله؟ يا أخي هذه نصيحة من مالك عقار. مالك عقار؟ إيه؟ مالك عقل، مالك قرار. قالوا تبيع، قالوا اشتري. الرجال يقول اصبر شهر واحد بس وبينزل عقار بسعر التراب. شهر؟ ايه، ادرك 4 شهور عندي، لا دفعت لي الايجار ولا اللي طلعت وخليت انا اجر واترزق. الله اعطاك اسبوعين، دبر وضعك شوف لك حل. نقدر نقول ابو غنام انه الحياه اصبحت اسهل. نعم، وراهن على ذلك. في الاسبوع الماضي في دوره لي سميتها الحياه الزوجيه الهادئه. يا سلام. وكان في احد الحضور عنده مشكله مع زوجته، عتاب وما تخبر عريس جديد. عريس جديد هو. له 3 شهور. قلت ابى انصحك نصيحه وعلاج سحري. ايش النصيحه يا ابو غنام؟ طبق الصمت العقابي. وانا من هذا المنبر، اذا كنت تريد تعيش حياه هادئه وسليمه طبق الصمت العقابي. طيب ابو غنام، كيف الصمت العقابي وهل ينفع لجميع المشكلات؟ ما تشوف ان الحوار حل؟ في حكمه سابقه تقول عندما يكون الصمت حلا. انا قلت لا، عندما يكون الصمت عقابا. ابو غنام، احنا الى هنا تكون انتهت حلقتنا. الوقت دهمنا حقيقه. كلامك جميل، اثراءك عظيم، وتمنينا انه ما تنتهي هذه الحلقه. الله يسعدك، هذا حق واجب يعني اتجاه المجتمع. يا سلام. فما زال في جعبة الكثير. ابو غنام، انا ذيك شوي اقول للشباب، يعني لنا 3 شهور ما استلمنا مستحقاتنا وصورنا كم حلقه وانت وعدتنا، وزي ما تشوف حتى استراحتنا فضيناها لبرنامجك. صح. اي والله. انا راح اسوي لكم حلقه انتم خصيص. الشباب العصاميين في زمن المتعجرفين. طيب، فريع الحلقه كلها لكم، انا ما احتاج منه شيء. وانا من هذا المنبر اشجع الازواج على الصمت العقابي، وتراه ينفع لكل المشاكل، ولا عولجت المشاكل كما عالجها الصمت العقابي.